بص بقى، المكتبه بقى احسن من الاول. ها، احسن من الاول ولا مش احسن من الاول؟ بس السلسله دي طويله قوي. ما دي بقى بتتطول وتتاثر حسب النجفه اللي انت هتجيبها. والجنش ده هيشيل النجفه؟ مش النجفه ده يشيل عماره بحالها يا دكتور. حتى بص. بيتي يا عربي، السقف وقع. هي دي الامانه اللي امنتك عليها؟ الحمد لله انا كويس، ما تقلقش ما تقلقش. ايه الخيابه دي يا استاذ سعيد؟ ايه الخيابه دي؟ سامح يا بابا، يا بابا تعالى كده شويه عشان ما تقعش. انت عرفت سامح منين؟ ما هو وقع 3 مرات قبل كده. ماشي على العلاج يا بابا؟ يا دكتور حمدي، يا دكتور حمدي كده كتير والله، كتير قوي. انا اسف يا باشمهندس هاني والله، بس زي ما انت شايف احنا بنشطب، فمعلش استحملنا يومين. انا خايف على الاولاد مش اكتر من كده. انا عذرك والله، وانا بص هفرش لك مرتبه تحت، وانت بس من فوق خليهم يحاسبوا. اللي بيحصل في بيتي ده عربي. انا هقول لحضرتك، احنا كنا بنعمل الشقه، قلنا نعمل فكره جديده يعني. فقلت له ايه رايك يا استاذ سعيد نعملها شقه فتحه سقف. فبس هي مش جايبه. خلاص موت الفكره دي يا عم سعيد. عربي الناس دي تطلع بره بيتي حالا، وانت تعالى لي على تحت. حساب الشغل يا دكتور. شغل ايه اللي انت عايز حسابه؟ الابواب اللي قبلكاش ولا السقف اللي وقع علينا؟ انا صارف لحد دلوقتي على التشطيب كل اللي حيلتي، ومعيش جنيه اجيب العفش. ما انتوا اللي مسترخصين. مسترخصين؟ احنا مسترخصين يا عربي؟ مسترخصين يا استاذ سعيد يعني. ايوه مسترخصين. سالته في دهان محترم جاب لي الوان ميه. الابواب المحروقه دي قلت له لازم تتغير، قال لي دهنها قشره وكمل على كده. حتى الخرسانه قلت له لازم تترم، قال لي كملها بلدي. وسامح كل يوم يقع عليا. هي دي الابواب المحروقه؟ هي دي الابواب المحروقه؟ وديت فلوسي فين يا عربي؟ اديتها للاستاذ سعيد. ده كل الفلوس اللي انا خدتها منه. نهارك اسود، ده انا مديك قد دول 3 مرات. وديت فلوسي فين؟ طب اسمع بقى انت وهو، انا هستلم الشقه دي بعد 6 ايام بالمواصفات اللي انا قايل عليها، ومش هدفع مليم زياده. لو ده ما حصلش انا هحبسكم انتوا الاتنين. كل دي فلوس مخنصرها يا عربي؟ نصيبك هيجيلك يا عم سعيد.